انقطاعات للكهرباء لم تعرفها مصر منذ وقت طويل، بعد سنوات من أضخم عملية تحديث للقطاع في تاريخ البلاد. فما علاقة ذلك بإنتاج الغاز؟ محطات توليد الكهرباء المصرية قادرة على إنتاج 48 ألف ميجاوات، بينما ذروة الاستهلاك لا تتجاوز في معظم الأحيان 34 ألف ميجاوات، أي أن تشغيل المحطات لا يتجاوز 70% في وقت الذروة. ومعلوم أن مصر أنشأت 3 محطات ضخمة للكهرباء بالتعاون مع سيمنز بطاقة 14400 ميجاوات، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة. فلماذا تنقطع الكهرباء في مصر إذن؟ سببان وليس سبب واحد. الأول زيادة الاستهلاك بشكل كبير بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة السكانية. مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يرصد زيادة الحمل الأقصى بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 34 ألف ميجاوات. لكن المشكلة الحقيقية ليست هنا، بل في نقص كميات الغاز التي يتم توريدها من وزارة البترول إلى محطات الكهرباء. مع زيادة الاستهلاك ف بتبقى في زياده في استهلاك الغاز طبيعي، وبالتالي الكميه اللي بتبقى موجوده يعني ضغطها، لان الغاز من ضمن القياسات بتقاس بيها الضغط. ده غاز يعني، واخد بالك، مش شائل يعني. وبالتالي الضغط بتاعها او يعني الكميه اللي موجوده بتقل، ما بتكفيش للاحتياجات اللي هي المطلوبه. لكن لماذا هناك نقص في الغاز؟ وصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في السنة المالية 2018-2019 مع تجاوز الإنتاج 6400 مليون قدم مكعب يوميا. ووصلت إيرادات تصدير الغاز الطبيعي والمسال إلى ذروتها عام 2022 عند 8.8 مليار دولار بفضل قفزة الأسعار إثر اندلاع الحرب الأوكرانية. لكن في العام الحالي تراجعت الإيرادات بشكل كبير، ليس فقط بسبب تراجع الأسعار بل بسبب تراجع الإنتاج أيضا. بيانات مبادرة البيانات المشتركة جودي تشير إلى تراجع الإنتاج المصري بنسبة 8.1% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي. إنتاج حقل ظهر بشكل خاص تراجع بنسبة 11% حتى نهاية أبريل بحسب بيانات خاصة لموقع ميس، ليصل إلى 2,450 مليون قدم مكعبة يوميا، انخفاضا من المستوى القياسي عند 2,740 مليون قدم مكعبة في 2021. بل إن الإنتاج انخفض مؤقتا إلى 2,100 مليون قدم في بداية أبريل قبل أن يعود إلى الارتفاع. تفسير التراجع أتى من شركة PMI التابعة لفيتش سوليوشنز، والتي أشارت في تقرير لها إلى مشكلات تقنية في حقل ظهر تتعلق بتسرب المياه. نتيجة لذلك خفضت PMI توقعاتها لإنتاج الغاز المصري هذا العام من نمو ب1% إلى انكماش ب4%، وأبقت الباب أمام مراجعة جديدة في حال استمرار المشكلة. كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في مصر تراجع قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% في أبريل على أساس سنوي، بسبب تراجع كميات التصدير والأسعار على حد سواء. وزارة البترول المصرية لم تعلن بيانات حديثة بحجم الإنتاج، لكن المعروف أن تصدير الغاز المسال توقف تماما في شهر يونيو. وقد أعلن وزير البترول فارق الملا أنه يتوقع عودة التصدير في أكتوبر المقبل، مفسرا ذلك بزيادة الاستهلاك المحلي. السؤال الأساسي يبقى: هل سيستمر تراجع الإنتاج لوقت طويل؟ الإجابة لا تتعلق فقط بحقل ظهر، بل بسرعة بدء الإنتاج في الاكتشافات الأخرى، ولا سيما الاكتشاف الذي أعلنته إني الإيطالية في حقل نرجس.